مول الطاكسي كتشيري ليه كاع ما تيوقف، كيدوز حداك خاوي، كتشيري كتقول لي وصلني بلاصه ما كيتسوقش لك. عندك 8 الصباح 7 الصباح كيدوزو ما كاين لا غادي يوقف لك. وصلت الوقت بان تكون واحد العلامه بانني انا في الخدمه او في خارج الخدمه. كلشي كيردوها فوق الشيفور. هذا الشيفور هو ولا بحال الشيفور بحال هذا دابا. ماشي من حقه قانونيا انه يقول لك لا ما غاديش نمشي لهذه البلاصه. مشاهدي قناه مغرب تايمز، اهلا ومرحبا بكم. بزاف د الناس كيتشكاو بخصوص الطاكسيات الصغار، اللي كتشير ليه دايزو هو خاوي، اللي كتشير ليه كيوقف ليك وكيسولك على الوجهه وكيقول لك ما غاديش لهاد الوجهه. هذا الشيء اللي خلانا اننا نهبطوا للشارع المغربي نسولوا المواطنين شنو كيقولوا في هذا الموضوع، وبطبيعه الحال نسولوا حتى اصحاب الطاكسيات الصغار اشنو كيقولوا. باش تعرفوا الاجابات ديالهم خليكم معنا. بعض المرات كتكون غادي لشي وجهه كيقول لك لا راه غادي، بعض المرات كيكونوا هدا كيدوزوا 3 4 غاديين ما يوقف ليك ما والو، انت غادي لخدمه تربان. وكاين شي وحدين اخر كيزيدوا لك كاع كيزيدوا عليك كاع الطريفه، كيقول لك نديك بالقده وقد واش تمشي ولا ما تمشيش، انا راه غادي. عندك 8 الصباح 7 الصباح كيدوزوا ما كاين لا غادي يوقف لك بلا ما تعولي يوقف لك شي واحد. الا كان غادي لشي جهه راه ما غاديش يدور. بحال دابا الا كنت جايت من سرقه وراه كيدوزو نيشان كيطلعوا اللوده تما فين كيكونوا الطاكسيات كيعجبهم البلايص اللي يديهم طوال ما القصار، كيقول لك اودي راه ما فيهم معنى. انت تكون غادي لشي بلاصه تقول لك لا خصني انا نمشي لهاد البلاصه اللي انا غادي ليها. بحال ما تقول لي غادي مثلا الاحشاش تقول لك لا انايا خصك ديني غادي انا للسبيطار، واش نديك للسبيطار تقول لي لا راه انا واقفه خصني نمشي تقول لك لا. وعندك المشكل الثاني هو هذاك فاش تكون ديجا هاز مع ناس واحد اخرين، وفاش تكون هاز مع ناس واحد اخرين تقول لي لا حمل الوالدين الطان غادي تقول لك لا راه ركب راه تنوصل هاد المراه هادي نوصلك نتايا. فهمتي هذا هو المشكل تنطيحوا فيها اغلبيه ديال الدراري فهمتيني واغلبيه الناس. اللي هذه التصارى هذه كلها اللي كاينه راه ديال اصحاب الطاكسيات الله يهديهم. مول الطاكسي كتشيري ليه كاع ما تيوقف، كيدوز حداك خاوي، كتشيري كتقول لي وصلني بلاصه ما كيتسوقش لك. شباع فلوس الروسيطه عمرها السلام عليكم سالينا. وبالتالي فاليوم السلطات خاصها تضرب بيد من حديد هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد السلوكيات وهاد التصرفات هادي اللي بدات كتشوه السمعه ديال بلادنا. ملي كطلع مع مول الطاكسي كتقول لي وصلنا للمنطقه الفلانيه تيقول لك لا خويا انا ما غاديش لهاد الطريق هادي، شد طاكسي اخرى. هادي راه قاعده ولا ظاهره غير قانونيه وغير سليمه وغير صحيه. علاش؟ لان هذاك السيد نهار تعطاه رخصه الثقه في مجال حضري معين، يعني عنده الحق انه يجوب ويدور في هذاك المجال الحضاري كله. مثلا كنهضروا على اكادير رخصه الثقه تعطات السياره الاجره من الصنف الصغير مثلا راه خصها تدور في المدينه كلها. ماشي من حقه قانونيا انه يقول لك لا ما غاديش نمشي لهذه البلاصه. وبالتالي راه اللي كيساهم في انتشار الظاهره هو المواطن دابا ملي كتقول له يلا نديكلاري ولا هذه يلا نمشيو عند البوليس ولا كيقول لك لا انا ما عنديش مع داك الشيء ديال المتاهات سير واجي وهذا. لان علاش حتى الاداره ديالنا اليوم كتصعب الامور. كتمشي تدخل الاداره كتقول لهم غادي نشكي بكذا ولا كذا، كيبقى يطلعوا فيك ويهبطوا فيك. اليوم السياسه الوعي اللي خصها تكون هي ان المواطن يبلغ عن اي ظاهره كانت. كل واحد جا فينا يعاون ويبلغ الا واننا غادي نقضيو على هذه الظاهره. الشيفور ما عندوش الحق ديال الطاكسي انه يقول لك ما غاديش تمشي. ما دمت انه وقف لك يعني خصك تطلع، والا طلعتي قانونيا خصو يوصلك للبلاصه اللي بغيتي. ابو المحاسن حسن كاتب الجهوي للنقابه الديمقراطيه للنقل سائقي سياده الاجره بجهه سوس مسا. وصلت الوقت بان تكون واحد العلامه بانني انا في الخدمه او في خارج الخدمه باش نحدوا من هذه المشاكل اللي كنقولوا راه شفنا سياره خاويه في الشارع وما هزاتنيش، ولكن ما عرفناش الاسباب اللي جعلت هذاك السائق ما تقدمش للخدمه ولا وقف باش يهز ذاك الزبون. السياره ملي كتوقف اذا كانت فارغه لان ما تمجاش، لان ملي كنسولوا ربما عندي زبون ما يمكنش يكون عندي طريق اللي هو غادي فيه، ما يمكنش غادي نهز زبون ومعايا زبون وغادي نزيد عليه الطريق الا في حالتي لو وقفت لي السياره كتولي في الملك ديالي كزبون. ديك الساعه يمكن نطلع وغادي نمشي، هذيك الساعه هذيك كتسمى مخالفه الى ما هزيتش الزبون. ولكن هناك امور اللي خاصها يعرفها المواطن كذلك في اتجاه هذه المسائل اللي دائما كيتقدم فيها في شكايات ضد يعني سائق سياده الاجره. بالنسبه كاين بعض الزبناء تيتشكاو من الطاكسيات علاش ما تيبغيش يدينا، علاش تنشيروا ليه تيكون خاوي ما تيبغيش يدينا. كاين بزاف د العوامل اللي كاين سميتو الشيفور اما يكون سالى خدمته ولا يكون يمشي يفطر ولا غادي يكون مشى عنده غرضه غيمشي للدار يمشي يصلي ولا يمشي يتغدى. كاين بزاف د الحوايج وتتكون بعد الخطرات مشارجي وتيوقفك شي واحد تتكون فيه غادي مثلا اتجاه النيشان هو تيقول لك انا غادي لهاد الجهه هادي تيقول
تيقول لك علاش كاع وقفتي ليا ملي ما غاديش ديني، وانا ما اصلا ما عرفوش فين غادي هو اصلا. انا هو شي اللي وقفت ليه، انا غير بليزير مني، انا وقفت ليه على اساس انه الا كان في اتجاه ديالي راه غادي نوصلو، ما كان في اتجاه ديالي راه ما يمكنش ليا نوصلو. بالنسبه تتكون عاوتاني نرجعوا للنقطه الاولى، تتكون خاوي وتيشير لك الانسان تيقول لك واه هذا راه غادي خاوي وما وقفش ليا. خاصة واحد الاشاره بانك الا كنتي يعني الا كنتي اون ديرونجمون تدير واحد العلامه، مثلا ديك علامه حمراء انك راه ما يمكنش لك تهز حتى شي واحد واخا تكون خاوي. لا علاش ما يوقفش؟ وبنادم اللي خارج خدام وكيقلب اللي يشيط ليه راه غيوقف. ولكن بنادم الا عنده الغرض مشى يقضي غرضه في الماكله، ولا يمشي يصلي، ولا يمشي عنده شي غرض عيط ليه شي فاميله ديالو يقضي الغرض ليهم ولا شي حاجه، داك الشيء هو ضروري يكون. ولكن باش يمشي عند البوليس يقول لي هذا راه اش كيدير داك الشيء راه ما حشومه والله الا حشومه. وحلنا معاهم على هاد اسميتو. علاش كيمشيو اللي كيلصقوا لك المشاكل مع البوليس؟ علاش هادشي ماشي بزاف، ماشي حشومه والله. الا وحلنا معاهم حتى عينا راه الا قربنا دابا، قربنا نهزوا الوراق ديالنا نحطوهم نديوهم للعماله، نمشيو واخا الضرب غير البالون والفاس من هاد الخدمه هادي ما فيها ما يتشاف. واللي كلشي كيردوها فوق الشيفور. هاد الشيفور هو ولا بحال الشيفور بحال هذا دابا الا كتمسح به شي بلاصه وتكرفس راه هكا ولا الشيفور عند هاد الناس هادو. اون فوا كتكون الطاكسي خاويه راه من حقه هو ديك الساعه كيطلع السلام عليكم السلام فين غادي مرحبا. ولكن باش نحنا نقول ليه فين غادي ما يمكنش. هذيك الا انا ما كنتش خدام ما غاديش نوقف ليه. ولاني كنطلبوا من جميع ان شاء الله نحلوا هذا المشكل، يكون شي حل مثلا دار شي علامات ولا فوق الطاكسي بانه في حاله الا كان خدام تكون بوله خضراء، ولا كان ما خدامش يشعل بوله حمراء باش الناس يتفهموا هذه المساله. كيكون عندك بعد الزبون كيتصل بك يقول لك راه كعيط لك يقول لك راه جي عندي، هذيك كتكون ضروره تمشي عنده ما يمكنلكش. وهو حنا كما قلنا لكم حنا ما كنخرجوا غير الا باش نشتغلوا، ما عندناش ديك القضيه ديال هذا ولا هذا، لا حنا بحال اللي كاجنبي ولا كمواطن مغربي بحال. هاد المساله باش نسولوا ما يمكنش هذيك لا. طوالي مصطفى، سائق مهني وعضو بجمعيه اتحاد سائقي سيارة الاجره باكادير. وهذا الشيء اللي كيوقعوا ديال المواطنين انهم كيتشكاو بان السائقين ما كيبغوش يهزوهم، حيت كل مهنه عندها الحيثيه ديالها، عندها الظروف ديالها. السائق مهني حتى هو عنده ضغوطات حتى هو راه مواطن بحال هاد الناس هادو، عنده فتره ديال الانطلاقه فاش كيخدم، عنده فتره ديال فاش خصو يفطر، عنده كراج، عنده الوقت ديال البوينتاج ديال التنقيط. مثلا خصك تمشي تنقي حتى هو عنده واحد التوقيت محدد. الشكايات ما يمكنش. انا كانت تعجبني الناس كيقول لك ما بغاش يوقف ليا. كيفاش هذا المهني بغاش يوقف؟ هو علاش خارج اصلا؟ الطاكسي من دارت وقطاع خدماتي. حنا عندنا علاقه مع المواطن، عندنا مع الخدام، حنا غير معاه هو. بلا موطن حنا راه ما كاين شيء. يعني خصهم يقدرونا، خصهم يصبروا علينا ويتفهموا الظروف ديال السائق المهني. او كنحاولوا دابا واخا واحد الحاجه ديال اللي كنقولها حنا في الريكولاج في العرف، واخا هو كيقولوا ممنوع، ولكن الضغط في الوقت ديال العرض بحال دابا لي زور دو بوينت في 8 و 12 و جوستا كيتسموا لي زور دو بوينت، هادو النقاط ديال الضغط. كتحاول تساعد تهز الناس اكثر من هذا. مول الطاكسي كيدير حتى خدمه ديال كيهز الناس بالبارطاج، كيقسم لهم العداد. كاين بعد من 6 وادي حتى هي عرف، ما كايناش في شي قرار عام اللي كيفرض المسائل هذه. يعني الناس خصهم يقدروا الظروف. راه هذا السائق مهني كما قلنا مواطن حتى هو، عنده عائلات ديالو، عنده المسائل ديالو، عنده الظروف ديالو يقدروا. وكنتمناو شنو الناس ديال الولايه حتى هما يراعيو سميتو يعطيو الترخيص، حيت راه كاين الضغط. ولا في الشكايات حتى ولينا شنقول لك، ولينا لا اله الا الله، وليت كتخاف، ولا السائق المهني ولا كيخاف، كيبغي يدير شي خدمه كيخاف منها، كيبغي يدير شي جيست كيخاف منه، ولا خاف من الكاميرا. كاين اللي كيصور كتشي دابا ديال التواصل والله الا هلك الوقت. كاين اللي بغاري كاين تيك توك، كاين اللي بغى يدير البوز، كاين اللي بغى يعمر صحا، كاين اللي بغى يسترزق فيه. هذا هو اللي كاين. ما كنظنش الناس مهنيين الحمد لله، كاع الناس اللي كنعرفوهم والله الا ناس معقولين. اولا خصنا نعرفوا بان ذاك السائق ديال سياده الاجره هو كيشتغل مع واحد المشغل، يعني عنده واحد التبعيه. ممكن تكون عنده ظروف شخصيه ديالو كسائق
الاعداد من الاغراض ديالو الشخصيه، مثلا الاكل، مثلا لي بوزوان ديالو اللي كنقولوا بالفرنسويه، يعني المسائل ديالو الشخصيه. وكذلك هناك ظروف اللي خاصه من طرف ذاك رب سياره الاجره اللي دائما يعيط ليه، عنده فحص تقني، عنده عطف داخل سياره الاجره، عنده ان عدد بعض الاوراق كالتامين بان خص يمشي للاداره باش يسحبها. هذا الامر كله راه كيعيشها سائق سياره الاجره يوميا. زيد على ذلك الضغط ديال الروسيتا دائما هي غاليه، وخص يشتغل وخص يقلب على المواطن. ثانيا الماده ديال الغازوال اللي هي دائما في الغلاء، رغم ان كنسمعوا هناك انخفاض عالمي، ولكن بالنسبه لنا حنا ما كاين لا دعم لا والو. هاد المشاكل كلها خص يعني المواطن يعرف بانه هذا السائق راه كيشتغل في واحد الظروف اللي هي غير صحيه بالنسبه ليه، لا حفاظا للحقوق ديالو الاجتماعيه ولا الاقتصاديه. اذا اليوم حنا كنعرفوا بانه المواطن يعاني، وكذلك السائق يعاني من الظرفيه ديالو اللي هي حقوقيه ماديه اجتماعيه. اليوم كنعرفوا بان كذلك ان هناك عدد من الرخص لاصحابها متوفيه وما فيها الشروط باقي ديال الشغل سحبات من السير والجولان، اللي هو عدد ديالها يفوق 300 سياره ما بين الصنف الاول والثاني في مدينه اكادير. هنا كيستوجب علينا كمهتمين كمسؤولين وكذلك كاداره الوصيه انها توجد رخص لفائده هاد السائقين باش نغطيو هاد المناطق، وما يكونش عندنا هاد الانتظارات وهاد الشكايات من طرف المواطن بان ما كيلقاش سياره الاجره، ان سائق سياره الاجره كنشيروا ليه ما كنلقاوش. خاص نهتموا بانه يجب علينا وضع اشاره اللي كتبين للمواطنين والزبناء ديالنا اننا في الخدمه او خارج الخدمه، وهذا غادي يقلص من المشاكل اللي كيتخبطها فيها السائق مع الزبون ديالو والمواطن. زياده على ذلك اليوم كنلقاو عدد من المواطنين ملي كيركبوا السياره كيكون هناك واحد النوع ديال الاستفزاز اللي تصوير مشاهد اللي جعلها مثلا تكون عندها واحد نسبه المشاهده. هذه الايام شفنا واحد المواطنه يعني كتركب سياره الاجره، عدد من سيارات الاجره، وكدير بعض الامور انها هذا السائق ما هزهاش، هذا السائق ما شغل لها الكونتور، وهذا الشيء كلشي لا داعي باش نزيدوا نحطموا من المعنويات ديال هذا السائق، لان هذا السائق جزء لا يتجزا من المواطن. لذلك خصنا حنا نعطيوه واحد التكريم بانه باش يحس بانه هذا المواطن معاه. اليوم كاينه واحد يعني واحد الحمله شرسه تجاه قطاع ديال سياده الاجره، وقطاع ديال سياده الاجره هو في خدمه المواطن والسائق كذلك في خدمه المواطن، ولكن خاصنا نوجدوا البدائل والبديل لفائده السائق بالترخيص المباشر، اللي حنا مستعدين نديروا سيارات جديده وكذلك نخدموا في واحد النوع ديال الاستقلاليه والارتياحيه لتقديم خدمه الجوده. الناس اللي كبار في العمر كيكونوا شوفر ديال التاكسيات كيكونوا ثقال، كيأدوا الوظيفه كما هي، كيأدوا الرساله كما هي، تيخدموا المواطن كتقول له وصلني كيقول لها على راسي وعينيا وتيوصلك والكلام الزين وكذا وكذا. دابا مول التاكسي كطلع عنده كيبقى غير يشكي والنهار كامل هو تيشكي عليك، كتسمع افلام داخل التاكسي. وكاين واحد الصنف اخر عندنا من البراش غنسميها صحاب التاكسيات براش، كطلع كيستعمل الموسيقى الشبابيه والروينه، وهذا بدا طال عليه الدنيا في راسو بغا مستعمل الموسيقى، كتقول لي نقص موسيقى كيقول لك اخويا الطاكسي ديالي هذا كيدخلوا الناس مشاحنات. يعني اليوم عندنا واحد الكوكتيل ديال المشاكل عند صحاب التاكسيات خصنا نعالجوهم. خص بعدا التكوين يكون واحد التكوين لهاد صحاب التاكسيات، يعرفوا ما لهم وما عليهم، كيفيه التعامل مع المواطن مع الزبون بالاحرى، هذا سميتو زبون نؤدي خدمه، يعني طالع عندك انا ما طالعش عندك فابور كيخلصك، اذا خاصك تعامل معاه تصرفات اللي هي حسنه ومزيانه وتوصلوا باش تدخل لي واحد الصوره لبلادنا تكون زوينه. حتى السياح دابا الاجانب اللي كيجيو عندنا ولا حتى داخل المغرب اللي كيجيو عندنا راه كيسوقوا لواحد الصوره اللي هي خايبه شي على اصحاب التاكسيات. كتشوف قاوري كيركب الطاكسي كيقول لي شحال عندك 15 درهم في الكونتور، كيقول لي 30 درهم مثلا، حشومه. هادشي ما خصوش يكون. اذا نتكتلوا ونتعاونوا كاملين، لان هذه الظاهره هذه خصنا نقضيو عليها، واللي غيقضي عليها هو المواطن.